أهلا بيكم. لو دي أول مرة تشوفوني، أنا إيمان، مدربة معتمدة وأخصائية علاج سلوكي. انتوا بتابعوني من دلوقتي من خلال مساحة سمو الوعي. بتمنى ان انتوا تحددوا النية بتاعتكم من كل فيديو بتتفرجوا، سواء عليا أو على أي حد تاني، عشان ما تحسوش ان الوقت بتاعكم بيروح على الفاضي، وعشان تحسوا ان انتوا بتستفيدوا وتبقوا فاكرين ومحددين أصلا احنا كنا داخلين نتفرج عليه. بس لو انتم متابعين معانا السلسلة من الأول، فاحنا أكيد حددنا النية من أول يوم واتفقنا هنمشي ازاي وهنطبق ايه. النهاردة اليوم الثالث معانا في سلسلة رحلة البحث عن الحب. احنا بندور على الحب لنفسنا مش للآخرين، عشان لو حد لسه يعني في شك في الموضوع ده. اوكي، النهاردة اليوم الثالث هنبتدي نخش فيه شوية حاجات عميقة شوية، دمها رخم، مش ألذ حاجة، بس هنخليها لذيذة زي ما احنا اتعودنا يعني. والنهارده مفيش تمارين، عشان الحلقة كلها هتبقى تمارين، يعني كل اللي احنا هنسمعه ده هنطبقه على طول، مش على مدار وقت السلسلة بس، على مدار كل الحاجات اللي احنا هنقابلها طول حياتنا. فاحنا هنفضل في التطبيق ده مستمرين لحد ما تثبت هنا ان دي خلاص بقت قاعدة. يعني دي مش حاجة احنا لسه محتاجين نشتغل عليها ونجيب ورقة وقلم او نتناقش او نغش الإجابة من اللي جنبنا او اخد رأي حد. لا خلاص، احنا عايزين ده يبقى ايه، حاجة ثابتة. اوكي، النهارده اليوم بتاعنا لذيذ، فيه حاجات شيقة تخش في العميق بقى مع بعض. ان احنا هنتكلم عن الحدود، ايه هي، بنحطها ليه اصلا، عايزين نتعلم ازاي نحطها، عشان في ناس كتير عندها مشاكل في ان هي ازاي تحط الحدود بشكل صحي ومتزن، يتناسب معاها هي ويتناسب مع البيئة الحالية اللي بتبقى موجودة فيها. لان اوقات لما بناخدها بشكل صارم او بشكل مفاجئ، تبقى الناس مش فاهمة علينا هو خير، يعني في ايه، وبالتالي هيبتدوا يشككونا في نفسنا، ان هو انتي في حاجة مش ظابطة، انتي متغيرة، لا انت ما كنتش كده، مين اللي لعب في دماغك اليومين دول، كل الحاجات الإيجابية الحلوة اللي بتشجع الواحد انه يكون أحسن دي. طبعا أنا بكذب وانتوا أكيد فاهميني. اوكي، فالنهاردة في كذا نقطة مهمة حابين احنا نتكلم عنهم. أول حاجة، ايه هي الحدود، ليه بنلتزم بالحدود، ليه بنحطها أصلا، وايه هي أفضل طريقة نحطها، وكل واحد هيبقى أدرى بحياته أكتر مني، لأن ده فيديو عام، فاحنا مش واخدين حالة خاصة، احنا بنتكلم بشكل عام وكل واحد أدرى بحياته. فريت يكون برضو في مرونة في التعامل وفي التطبيق، مش اللي احنا ناخد خبط لزق علشان ما تحصلش نتائج مش تمام وبعد كده نرجع نشتكي. يعني نخلي فيه ايه، يعني باتنين جنيه كده ذكاء، نفهم على بعضينا، هتلاقوا الدنيا مشيت تمام. اوكي، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي احنا محتاجين نتعرف اكتر على نفسنا وقت الحزن، وقت الصدمه، الازمه، المشكله، زي ما انتوا تحبوا تسموها، اللي احنا ازاي نتعامل مع نفسنا في المرحله دي، مش مع الاخرين خالص. احنا السلسله دي مش هنجيب سيره الاخرين. احنا السلسله دي مركزين معانا احنا، عشان احنا طول ما احنا تمام هتبقى كل حاجه حوالينا تمام. هنا العلاقه مع نفسنا باظت، وبشرك بايام بيضاء، مفيش اي حاجه هتتظبط خالص، عشان بس ايه، مش بنكذب وبنضيع وقت على الفاضي. تمام، فاحنا محتاجين نتعلم ازاي نتعامل مع نفسنا وقت الحزن ووقت الغلط. فاحنا هنا هنختص الحزن اللي بيجي بسبب الغلط، ده في حالة اللي انا ادركت ان انا عملت حاجة غلط. ده بقى الموضوع الاصعب اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، وده هيبقى الليفل الثالث الاعمق اللي هننزل فيه مع بعض النهاردة، ان هو ازاي اقيم سلوكي، عشان لما اقيم سلوكي اعرف ان انا غلطت فهحزن، بعدين نشوف ازاي هنتعامل مع الحزن ده. السلسلة ركزوا معايا عشان ايه ما نتوهش من بعدين. اوكي، واخر حاجه بقى، عشان هنبقى وصلنا ليها النقطه دي لما هنبقى يعني عرفنا نفسنا، قيمنا السلوك وحزننا على السلوك لان عرفنا ان احنا غلطانين، فهنبتدي نتعلم واحده واحده بحاجات بسيطه جدا. ازاي احاسب نفسي، بمعنى المراجعه، مش احاسب نفسي اللي احنا في كرباج جنبنا نعينه في الزيت واي حد معدي نروح مدينه واحده، عشان هي اصلا اسهل حاجه، هو يبان ان هي صعبه بس هي في الحقيقه سهله. يعني اسهل حاجه ان انت تبقى انسان غبي وقاسي وضارب بقناع الصرامة والغباء ويقول لك كاريزما. يعني ربنا يسامح ناس كتير صدرت الموضوع ده. مش عايزين نعمل مشاكل، ولكن لا، مش هي دي، مش هي دي. ولو دي عندنا فاحنا عايزين نتعافى ونتحرر منها، وعايزين نحط بقى حاجة حلوة كده تبقى يعني الواجهة جميلة، بس في نفس ذات الوقت الأساس بشخصيتنا سليم، بحيث يتغر من يتغر ويعتقد ما يعتقد، اللي يعتقد هو حر، احنا ملناش دعوه، مش مسؤولين عن وجهه نظرك انت اللي كونتها. تمام، طالما ما انا فعلا يعني واثقه من نفسي او واثق من نفسي اللي انا ما كنتش سبب ولا جزء من هذه الصوره
اللي انت كونته. فانت بصيت لحد بقى شفته عبيط طيب وعلى نياته هبله مش فاهمه حاجه في الدنيا، او بقى حلو اللي مش عارف اي حاجه ده هاته عشان هيفيدنا في الشغل، او دي سهله يعني الموضوع بالنسبه لها تمام، دخلت حياتها اوكي خرجت من حياتها اوكي، يعني شويه الحاجات المستفزه اللي بتحرق الدم اللي بتحصل على مدار اليوم والسنين وبتعمل مشاكل كبيره قد كده في الاول، لان هي كانت حاجه صغيره استهونا بيها، ما اخدناش موقف، ما عرفناش الموضوع ده بيحصل ليه وعشان ايه وايه السبب ومين المتهم في الموضوع ده، طب وازاي وهنحله ونقفل بقى القصه دي كلها خالص. ده اللي احنا ان شاء الله هنعمله مع بعض. املي في الله كبير واملي فيكم كبير، ويعني ربنا يوفقنا جميعا، فعايزين نركز مع بعض. اوكي ان شاء الله خير. تمام، هنتكلم عن اول حاجه الحدود اللي مزعله ناس كتير دي وعامله كده لبش في قلب المكان. في ناس كتير الحدود وازاي احط حدود وازاي تبقى شخصيتي قويه وازاي يبان عليا انه احنا هنتفق على حاجه بمنتهى البساطه كان لسه قايلها من دقيقه بس هي ترجع لنسبه التركيز. احنا مش محتاجين نصدر حاجه للناس هي مش حقيقيه. يعني لو انا شخصيتي مش جد وانا شخصيه بحب الهزار، دمي خفيف، فرفوشه، كوميديه، لطيفه، ايا كان ايه اللي هو حلو، بس احنا شايفين ان هو مشكله عشان الناس بتعمل منه مشكله، تمام، بتاخده بتشوف هي ازاي بتستفيد ده لمصلحتها، فبالتالي فجاه بتلاقي نفسك بقيتي في مشكله انت مش عارفه هي جت منين. اوكي، فدي يعني حاجه حلوه، بس هي نقاط قوه، حاجه يعني بتميزك، لان في ناس كتير رخمه وفي ناس كتير دمها تقيل وفي ناس كتير مستفزه، يعني فكون ان انت لسه محافظه على الحاجات دي او ربنا كرمك بهذه الصفات فانت زي الفل، انت زي الفل، انت هنا الناس دي مش عايزين تتعامل معاهم، والناس دي نفسهم ما بيحبوش يتعاملوا مع نفس الناس اللي منهم، يعني تلاقيهم هم دايما بيدوروا اللي ليه يومهم رخم والنهار مش جميل وليه مفيش ناس لذيذه، مع انهم ارخم ناس على الكون، هتجيلكم الناس الكوميديه منين؟ اوكي، فانتي حلوه وزي الفل، بس احنا عايزين نزود التركيز شويه ونعلي الوعي حبتين، يعني شويه، يعني بس يبقى عندنا ايه ادراك كده باللي بيحصل حوالينا. اوكي، عينينا تبقى في وسط راسنا على راي ماما، عشان بس ناخد بالنا ان ازاي ممكن تبقى في حاجه حلوه الناس بتستغلها او بتحولها لحاجه وحشه ليك انتي، بس بالنسبه لهم بتبقى تمام وبيستفيدوا منها وبتبقى حلوه اكتر ما هي حلوه، فهم عشان كده بياخدوها بيستفيدوا منها، وبتلاقي نفسك انتي واقعه في مشكله او في موقف مش لطيف، او اضطريتي ان انت تحضري يعني طلعه او خروجه والله ما كانتش على بالي بس اتدبسنا. في انتوا الحاجات اللي بنتحط فيها دي مره مرتين، في حاجات بتعدي، انما لما بيبقى روتين حياتي كله كده ده بيبقى شيء مقرف وبيضغط الانسان وبيستنزف الاعصاب، يعني قصه طويله كده طبعا اللي مر بيها عارفها، مش عايزين نحكي فيها اكتر. اوكي، فالحدود نفس قصه الثقه بالنفس، هي مولوده معانا بالفطره. اوكي، لو بصيتوا للاطفال يعني حتى بيبقى لسه شوية يعني يدوب بيدرك، يدوب حواس عنده ابتدت تشتغل، يدوب احنا لسه ما جبناش ليفل، يعني الاول احنا بنشم نفسه بس، وبتلاقوا في شخصية كده طلعت للطفل، حتى اوقات بيبقى الموضوع كوميدي شوية لما تلاقي الاب والام مش عارفين هي جت منين، يعني تقولك انا مش كده وبابا مش كده، مش عارفة بقى دي وراثة، يمكن حد من الجد او العم، هو بيبتدي يشوف المجتمع اللي حواليه عامل ازاي، عشان كمان طفل ذكي جدا، احنا اللي بنحب نبص له بصوره ان هو غبي لا يفقه شيء، بحيث ان احنا بنبقى بنعمل له كل حاجه عشان هو بس الحواس والادراك عنده لسه مش اعلى ليفل. بس اول لما بيشد نفسه اول حاجه بتلاقيه بيعملها اللي هو يعني بيشيل ايدك بعدين وبيقول لك لا، وتيجي تكلمي يروح مديكي قفاه، ويعني مشغول في حاجه ما بيردش عليكي اصلا، وطفل يعني، فعشان كل دي حدود وكل دي اسمها مساحه شخصيه، وكل دي حاجه انا مركز في حاجه دلوقتي، فانت جايه هو شايف من وجهه نظره ايا كان انت جايه تقولي له عليه هو شيء تافه، حتى لو هو هيحط يعني ايده كلها في الكهرباء، سيبيني دلوقتي انا مستمتع بالتجربه، لما اخلصها خالص والاقي مقدار من الالم مش عارف اتصرف فيه واصوت والم عليكي الناس فيشوفوك ان انت ام فاشله، نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين بس انا دلوقتي مستمتع بالتجربه، فسيبيني اخد التجربه للاخر. انت بالنسبه لك دي مصيبه سودا، وده اللي بيجيب خلافات حتى لما بنكبر، بيفضل كل واحد باصص للنقطه من مكانه، فهي 7 ولا 8، فاحنا محتاجين نقطع الورقه عشان طول ما كل واحد باصص من مكانه مش هنخلص. فالحدود والمساحه الشخصيه بتتولد معانا، هي بالفطره بتبقى موجوده. اوكي، بس بنبدا مع وجود الاب والام ان هو لا، اساس هم في حاجات بيعملوها بيبقى احنا لسه مش قادرين نعملها،
بعدين التربية السوية والسليمة بتبتدي توعيك انه لا خلاص انت بعد كده يعني هتستحمى لوحدك، لا انت بعد كده خلاص المكان ده خاص، لا بعد كده اوعى تروح مع حد غريب، لا بعد كده ما تثقش في حد يقولك مش عارف ايه، او حد لمسك لمسه مش حلوه غلط، لا المكان ده محدش بيقرب منه، لا مسمحش لحد. حاجات بقى زياده بنبتدي نحطها بعد ما بنكون عملنا توعيه للطفل ان هو انا بابا وماما في سن معين بنعمل الحاجات دي عشان انت لسه صغير مش قادر انت تعملها. بس اول لما الوعي الحواس والادراك يشتغل بنبتدي نمهد بقى للطفل واحده واحده كده اني لا خلاص الحاجات دي انت المفروض تتعلم ان انت تعملها لوحدك، ودي مسؤوليه نفسك، وفي اماكن خاصه وفي حدود وفي كلام ما يسمحش لحد اللي هو يقوله لنا وما نتفاعلش عليه، ودي حاجه ما بتضحكش، والبوسه دي لا مش مقبوله، والقعده دي لا غلط، وما نقعدش مع الناس كده. في بقى توجيهات وارشاد اعلى شويه. عشان كده بنقول ان الصرامه والقسوه والغباء والحزم والشده مفيش اسهل منهم، ان انت تقفل وشك وتاخد نمط الانسان الغبي واقعد بقى انظر واشد واشتم واهين اللي قدامي، او لا بص واقول لك. الموضوع ابسط من كده بكتير. لو انت في موقف شفتي ان هو بالنسبه لك مش تمام فده مش مريح ليكي، وانا سبق ووضحت دي نقطه مهمه جدا ان الموضوع لا، واللي قدام شايف ان انا هبله صغيره مش فاهمه، إيه لا ده اسمه هزار، ويا ريت تاخد بالنا قوي من موضوع هزار ده نحطه بين قوسين عشان بقى فيه عبط كتير وقله ادب وتجاوزات وتخلف ويعني اقول ايه قله دين بتدخل تحت القوس بتاع مسمى اللي بتاع بس احنا بنهزر. وبعدين بقيت احنا صحاب، وبعدين بقيت احنا بنتعرف. هي كل فتره زي الترند كده بتطلع حاجه، ده العنوان الكبير اوكي، بنحط بقى تحت منه افرع كده صغيره او عناوين كده اصغر تحت هذا المسمى عشان تعدي. ليه بقى دي النقطه الثالثه برضو اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، الا وهي ليه في ناس بتتضايق من الحدود. كارهين الحدود هم الناس اللي بيحبوا يخترقوها، عشان بس نبقى على نور. تمام. طبعا في حاجات بتبقى زي كده من المقربين، بس احنا مش في السلسله دي مش عايزين نتكلم عن المقربين، عشان كان في سلسله خاصه اتكلمنا فيها عن ازاي لو المقربين دول بيأذونا هنعمل ايه. تمام. لان اكيد الموقف اللي هاخده مع بابا وماما او مع خالته او مع اختي الكبيره او مع ايا كان، غير اللي هاخده مع صاحبتي، غير اللي هاخده مع زميلي في الشغل، غير اللي هاخده الانسان كان في بدايه التعارف وبتاع وبنتكلم والدنيا ما ظبطتش حتى طريقه الكلام مش حلوه وهو انسان مش مؤدب وحاجات كتير. فحبيت ان انا اعمل كت، فالتجاوزات زادت، لان هو بيشوف من باب الايجو الذكوري اللي عنده ان انت اصلا مش من حقك ان انت ترفضي، انا شايف ان هو تمام، فانت مالك يعني ايه مشكلتك. فبعدين بقى بنلاقي فيه كده اهانات في النص تحت مسمى اللي هو فهمتوا الضحكه السخيفه دي. تمام. او ان هو في وقت العصبيه انا كنت متعصب يعني طب اصل انت عصبتيني خرجتيني عن شعوري 1 2 3 4 ورا بعض، ان هي دي كانت غلطتك انت. اوكي، خلينا متفقين ان هي غلطتي انا، وطالما هي غلطتي انا قادره ان انا اصلحها، يبقى ايه سلام عليكم. نقفل الباب كل هيروح لحاله. طالما انا كنت اوريدي واخده القرار ده وسبق واتكلمت في الموضوع ده وسبق ووضحت اني طريقه الهزار مجازا دي مش حلوه او الكلمه دي ما بحبهاش، فيا ريت ما تقولش كده تاني، ما تكلمنيش مثلا في وقت متاخر، دي مش طريقه مثلا لطيفه، انا مش فاضيه طول اليوم مثلا كالشات، او والله انا مواعيد شغلي من كذا لكذا، طالما ما طلعنا من الدوام خلاص الموضوع قط. لان في ناس بقى طول ما هي قاعده ليه وايه المشكله وفي ايه وبتاع وهي بتبقى طريقه بقى بعد كده ان هم يتدخلوا في حاجات ما لهمش فيها، عشان هم بيعملوا سكان بالمساحه بتاعه حياتك او حياتك، وبعدين يبتدوا يشوفوا بناء عليها هيستفيدوا من ده ازاي، ايوه بناء عليها ياخدوا بقى القرارات دي ازاي. عشان كده في ناس بتصنف العلاقات بناء عن التفكير ده، مين بقى الصحاب ومين التعارف ومين اللي ممكن يبقى شريك حياه ومين اللي نخليه كده على جنب عشان لو الدنيا باظت نروح له هو، ومين ده بنطلب منه مصلحه ومين ده ما بنجيش جنبه عشان هو اللي بيبقى عايز ما عندوش حاجه يدهاني. فالحدود هي حاجة فطرية أساسية وضرورية وإلزامية للاستمرار في الحياة بشكل متزن، عشان بس نبقى على نور. مين اللي ما بيحبش الحدود؟ أي حد كان بيستفيد من عدم وجود الحدود، فطبيعي اللي احنا هيحصل بينا خلاف. اوكي، بنعملها ازاي؟ يعني بناء على ايه انا بحط حدود؟
اول حاجه لما بحس ان في حاجه انا مش مرتاحه ليها، حتى لو مجازا، يعني ما بيحصلش في الغالب، ما بيحصلش، بس لو مجازا تقييمي المبدئي غلط، او كان شعوري عشان مثلا كنت في وقت حزن او كنت متوتره، ضغط شغل طالع، كان عندي يوم طويل جدا، فانا مهنجه دلوقتي، دماغي مش احسن حاجه، فمش عارفه اترجم كويس الكلام اللي بيتقال او الموقف اللي بيحصل، فاوكي بنعمل كات، بناخد بريك، بعدين هنشوف الحوار ده. يعني من اكتر الحاجات الغلط اللي كلنا بنعمل فيها اللي احنا نتصرف في وقت احنا مش متزنين فيه، مشاعر حزن، غضب، وحده، استياء، احتياج، ايا كان، يعني كلهم بيبقوا مش حلوين عامه. فلا الفرح الاوفر ولا الحزن الاوفر ولا التعب ولا الارهاق، كل دي مناطق ضعف، بيبقى مش وقته ان انا اخد اي قرار او ارد او اتعامل، استنى لما ابقى تمام. اوكي، خدت الموقف كده، مبدئيا حاسه ان هي حاجه بالنسبه لي انا مش مريحه، انا مش مرتاحه للوضع ده او لطريقه الكلام دي او للقعده دي او للقى اللي جه فجاه، سبحان الله الصدف كترت. فبامكاني ان انا حاليا دلوقتي اخد موقف ايا كان الطريقه اللطيفه، معلش والله مثلا انا عندي ميعاد فيه كذا وبتاع وخلاص، بروح بقى وارتاح واظبط واشوف ايه الدنيا او بقيم الموقف صح. تكرار بقى الحاجات ان هي مش تمام وتكرار شعور اللي انا مش مرتاحه، اذا دي علامات بتاكد اني اللي بيجي من بره مش متوافق مع ثقافتي، فكري، تربيتي، مشاعري، نهجي في الحياه، روتين يومي. كل ده مش معناه انه ممكن يكون مؤذي، يعني اوقات بيبقى الشيء اللي بيحصل مؤذي، واوقات الشيء اللي بيحصل غير متفق مع نهج حياتي. في الحالتين من حقي ان انا احط حد، انا احط حد احمي نفسي وقت الاذى، ولا انا احط حد لو الحاجه دي مش مناسبه لروتين حياتي، علشان لو هي من انواع العلاقات اللي هي مثلا داخله على ارتباط وكده، فاحنا في فتره تعارف، بعدين لو الموضوع ما حصلش او حصل بس انا فضلت مش مرتاحه فحبيت ان انا اتناقش، هنوصل في الاخر محصله اللي هو ايه، اصل انت ضيعتلي حياتي او لخبطتيلي الدنيا اللي انا كنت متعود عليها، انا اصلا ما كنتش بحب كذا، ما كنتش بعمل كذا وبعمله عشانك، فانت لازم تقدري اللي انا بعمله، وانا زي ما انا بعمل المفروض انت بتعملي. فالعلاقات السويه والمتزنه الطبيعي احنا لسه بناخد فتره تعرف على بعض والطباع والحاجات دي، بس لو هي داخله من الاول باين ان الليله مش ظابطه، وانا فضلت سياسه النفس الطويل اللي انا بطول بالي لحد ما اشوف ايه الدنيا هتحصل ازاي، بعدين بقى في الاخر لما كلها ما بتظبطش بيبقى في بقى اللي هو الكلام اللي هو ليه عتاب وملامه وشعور بالذنب وجلد الذات الكتير ده. فمن وجهه نظري انا الشخصيه من الاول بلاها لحد ما نبتدي نحس ان الدنيا كلها مستقره، في حاجات كتير قوي متوافقه، والمشاعر تمام والفكر تمام والنفسيه تمام والروح تمام وكله متظبط، اوكي، يعني مش 100%، 70 80%، اوكي تمام. الحاجات بقى الرفيعه دي بنبتدي نظبطها مع بعض، بس هي فعلا بتبقى حاجات رفيعه، مش هي باينه قد العمود اللي بيبقى في نص الصاله اللي قاطع الصوره كلها، واقول لا اصلي مع الوقت هنطبع على طبع بعض، الطبع رايح في داهيه اصلا، هتطبع على ايه؟ يعني انت ربنا رحمك خدتي بالك من الاول كنتي اوكي. ففي حدود احنا بنعملها عشان اللي بيجي من بره ده مؤذي، فانا لازم ارد الاذى ودي مسؤوليتي تجاه نفسي، وفي حدود بنعملها عشان ده انا الروتين بتاعي وده النمط بتاعي، اوكي. ممكن يطلع وممكن ينزل لان الحدود هي بتبقى في ايدينا. والله انا مثلا بطبيعتي ان انا بخرج مع اصحابي، جيت في الويك اند مثلا لقيت فيه رحله حلوه، البرنامج تمام والدنيا ثقه وكله مظبوط، يعني متفقه من كل الجهات، بس انا طالعه لوحدي مع الجروب ده مش مع اصحابي. فمثلا دي حاجه من الحدود اللي انا حطاها في جانب الخروجات والترفيه عن النفس وكده، ان هو لا، فممكن في مره اتغاضى واخرج عن دايره الامان بتاعتي واشوف دنيا جديده وناس جديده، يمكن اتبسط ويمكن ما اتبسطش، هي 50-50، فاتس اوكي. اوكي صاحبتي مثلا في موقف معين وانا كده كده ما بسهرش بالليل وممكن مش حد بتاخر لان انا عامله مواعيد نوم معينه، مواعيد صحيان معينه، صحتي وبحافظ عليها، حاجه تخصني انا، يعني مش ضاره بيها حد ومش نافعاها برضو هي ليه، بس في موقف معين، ظرف معين، مره وراحت لحالها، كلام واضح، فكلمتني اشتكت وبتاع مش عارف ايه وخلاص، خلاص. بس الباب مش مفتوح طول ايام الاسبوع لنفس الوضع، لان هي كده كده في الاخر هترجع له. هتقولي انت السيئه في قصه احدهم، ما استفدناش حاجه، اوكي. فبناء عن الموقف اللي بيحصل المفروض طبعا الكلام ده بيبقى يعني من بدري قوي موجود،
بس احيانا بنبقى وصلنا فعلا لسن معين ما كانش فيه حاجات كتير مش لازم اللي احنا نقولها، فما بقاش فيه حدود بشكل متزن. هو انا يا قافله الباب خالص يا فاتحاه على مصراعي، فلا عارفين الساعه كام بنفتح ولا الساعه كام بنقفل، فبنقابل حاجات ما يعلم بيها الا ربنا، وبعدين نرجع نشتكي دخلنا في دايره كده ملهاش اي لازمه. فحدودك انت بتحطيها بناء عن لما بتعرفي نفسك بشكل اعمق، فانت بتحددي انت محتاجه ترتاحي من بالشكل الخاص بيكي انت. فلو 1 2 3 مش مناسب ليكي، اذا دي بقت حدود. حدود بمعنى ان هو ده خط احمر ما بنسمحش لحد ان هو يتخطاه، وبنوضح ده في بداية التعارف، وبنقول ده بكل ذوق واحنا مبتسمين والكلام تمام ومفيش اي حاجة. ونبتدي بقى نجز وناخد موقف مش حلو لما الموضوع بيبقى اتكرر اكتر من مرة وقصة كده مش حلوة. اوكي، النقطة التانية هنتكلم فيها عشان نعرف بشكل اعمق ازاي الحدود بتتكون. ازاي انا بتعامل مع نفسي وقت الحزن، خاصة ان الحزن ان ناتج عن الغلط. اوكي، كلنا بنغلط والكلام ده بديهي وسمعناه 14,000 مرة قبل كده، بس الفكرة كلنا ما بنسامحش، ما بنكونش فيه رحمة او احتواء مع نفسنا وقت الغضب الغلط، فبينتج عنه الحزن. كل بيقولك عادي وانت انسان وكل بني ادم خطاء، وبنسمع الكلام الحلو ده بس ما بننفذهوش، لان احنا ما بنبقاش اتعودنا على ده من واحنا صغيرين. فاول ردة فعل بتطلع اللي انا بعملها على نفسي وقت الغلط، فبتدخلني في حالة الحزن فيها ذنب وتأنيب ضمير وجلد وعار، وبتطلع مشاعر كتير قوي على السطح. هو نمط التربية بتاعي وانا صغير. اوكي، فهي الطريقة اللي بابا وماما اتعاملوا بيها معايا وانا صغير. مش معنى كده نقول بابا وماما وحشين فنقوم ندب معاهم عركة فتجيبوا لنا مشكلة خالص. يعني دي حاجة كلنا مرينا بيها، لان الزمن بيتغير ومستوى الوعي بيتغير والنفسية والفكر وطريقة التربية، والناس زمان غير الناس دلوقتي غير الناس قدام، هنفضل طول الوقت في الاختلاف ده. يعني مش معنى ان هي الدنيا ما كانتش ظابطه ان هم اخطاوا، هم ما كانش عندهم وعي كافي لده، فخلاص هي الحاجه حصلت واحنا بنتحمل نتيجه اللي حصل، واللي حصل خلاص. احنا بنصلح دلوقتي وبنروق الشقه وبنظبط عشان نفرش بقى يعني العفش على ذوقنا احنا، فدي حاجه ترجع لنا، ملهاش لازمه ان احنا نقعد ندخل في مشاكل لا هتودي ولا حاجه. فالنمط ده اوقات كتير بيبقى مش سليم وسلبي ومؤلم، وبيقعد يقطع في الانسان من جوه، اللي هي ردة الفعل اللي بتطلع بناء عن غلط معين مش مسموح بيه. اوكي، وبرضه يعني هنفصصهم او نجزأهم لجزئين. في غلط اللي هو مش مسموح بيه بناء عن ثقافتي وتربيتي والعرف بتاع المكان اللي انا فيه والتربية وطريقة التفكير وطريقة التعبير عن المشاعر وثقافة العيلة اللي انا منها وحاجات كده، فده غلط من وجهة نظر كل الناس دي اللي انا اتربيت وسطهم. وفي غلط اللي هو ده غلط ان ده أمة لا إله إلا الله وغير أمة لا إله إلا الله متفقين عليه، يعني هو ده غلط في أي حتة هتروح، هو ده غلط ما يصحش وعيب وما ينفعش وما بيتعملش مش قدام الناس ولا يجوز، ويعني كله ده متفقين عليه. أوكي، فأكيد بديهيا يعني ردة الفعل اللي بناء على ده غير ردة الفعل اللي بناء على ده. احنا المشكلة وحدناها، فبقت الحاجة الصغيرة اللي ممكن نقيمها بشكل أسهل بنغضب عليها نفس غضب الحاجة الكبيرة جدا، ان هي دي بقى حاجة لا انت كده دخلت في الحيطة ما ينفعش. فبعدين لما بنكبر مبقاش فيه بقى التمييز بين الحاجات اللي ممكن تعدي خلاص تمام انتي ما اخدتش بقى خلاص حصل خير، بس ركزي المرة الجاية بلاش، ما توافقيش على الطريقة دي، ما تنزليش في الوقت ده، مش كل حاجة تقولك عليها تقولي لها اوكي تمام، ما تديش ودانك لأي حد. اخطاء بس يعني تتظبط. وفي الكبائر بقى او في الغلط اللي هو بيبقى اكبر شوية بس بيودي للكبائر، فما الاتنين غلط، بس ردة فعل ده غير ردة فعل ده. فانا بتبنى ده وبعدين انا اللي بتقطع من جوايا ونسيت اعمل فرق. فدي حاجه بنبقى محتاجين ان احنا نظبطها. انا غلطت، اوكي، هنعرف دلوقتي بناء على ايه، يعني الموضوع من فوق بنبتدي نتعمق فيه. ايا كان الغلط اللي صدر مني، طالما مش على وعي متدمر بمعنى اصح، نفسية رايحه في داهيه،
وانا ما كنتش في احسن حالاتي، يعني مش عامله ده متعمده، مش عارفه كويس قوي انا عملت ايه، كنت مركزه وعيني مفنجله قد كده وانا بعمله. وغالبا مفيش حد بيبقى كده في وقت الغلط اللي بيجيب حزن بعدها، بتبقى نسبه قليله جدا. احنا هنتكلم عن الاغلبيه العامه، بتبقى احنا مش واخدين بالنا، مش مدركين، ومش عارفين ان ده ممكن يؤدي لده، فهيوصلنا للمرحله دي. نادرا لما حد بيعمل ده وهو واعي قوي يعني. يعني الفئه دي مش دي اللي هنتكلم عنها، احنا بنتكلم عن الاغلبيه اللي لا، كانوا فاقدين الوعي في المرحله دي حرفيا. ايا كان يتعالج ويتصلح والحياه تستمر بعدها عادي تمام. في حاجات بتبقى كبيره بس احنا ما بنفضلش نتشتم ونتضرب ونتهان عليها واحنا نكمل ده مع نفسنا ابد العمر. يعني ده بعدها بيجيب بقى سلوكيات تانية بتنهي الحياه خالص. يعني ما كانش فيه مساحه من الرحمه، فاحنا محتاجين نخلقها مع نفسنا قبل ما احنا نطلبها من حد، ومحتاجين ان احنا ندرب نفسنا عليها وناخد وقتنا خالص لحد ما نوصل لها، عشان في يوم من الايام لما نكون مؤهلين او على ابواب ان احنا نكون اب وام نبقى على تم الاستعداد ليوم زي ده. مش لسه هنعيد الموضوع من اوله، بعد كده اتصدم ان انا بعمل نمط بابا وماما، بعدين اخد ردة فعل عنيفة تجاه نفسي وانا اصلا في طفل في حياتي. هو كل ده مش وقته، هو جاي عايز اهتمام وحنية واحتواء ووعي وتربية وإرشاد وتوجيه، قصة وحفلة كبيرة، فالموضوع مش فيركز معايا ركز معايا ما هو يا ربيني يا ربي. عشان كده طول ما في وقت لسه عندنا مساحة اللي احنا يعني نربي نفسنا بالشكل الصح، يعني اغلبنا ما تربوش بالشكل الصح، بدليل ان احنا وصلنا لمرحلة عمرية ما وفي مواقف كتير قوي مبقاش عارفين هو ايه اصلا الصح، وبنرجع نسأل للناس اللي ما كانش عندهم وعي بالتربية الصح، فاحنا لسه بنلف في دايرة الغلط هي عشان كده بنيجي بمرحلة عمرية بنحس بقى بضباب بقى، في الستارة السوداء بتنزل برضه. هي ما جاتش مرة واحدة، هي بتبقى على التكرار. غلطنا تمام، بنفرغ المشاعر والطاقة اللي طلعت بناء عن الغلط ده. فأنا لو محتاجة أعيط دلوقتي أنا هعيط دلوقتي، لأ أنا دلوقتي مش تمام، يبقى اليوم ده ما يتختمش غير لما أعيط، عشان التراكم ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا. أنا غضبانة دلوقتي فأنا هفرغ الغضب ده دلوقتي، أكيد مش في الجنبي، مش في التليفون، ومش في إن أنا أكلم حد أصوت عليه. بتبقى في طرق صحية هنشارك ده اللي احنا ازاي نفرغ المشاعر السلبية دي. أوكي، حررناها، وتبقى منها التنفس والكتابة، واللي أنا أقعد أهتم بتفصيص مشاعري دلوقتي واحدة واحدة بمساحة يعني خاصة بيا، ويفضل يكون مكان كمان خاص بيا، يفضل يكونش في حد معايا في المرحلة دي، لأن غالبا مرحلة بتزيد أكتر ما بتقلش. فبعد ما فصصت الشعور ده دلوقتي أنا حاسة بإيه، أنا حاسة بكذا، حاسة بكذا فين، في منطقة البطن أو في منطقة الصدر، حاسة حاجة كبيرة جدا مش قادرة أتنفس ولا هي حاجة قليلة. طب إيه مثلا لو أنت حبيتي تربطي الشعور ده بلون، إيه اللون اللي ممكن تيجي عليه دلوقتي، مثلا يكون أحمر أو أسود أو أصفر. أوكي، مقدار الألم اللي أنت حاسة بيه، كل دي حاجات بسيطة بتفصص بيها الشعور. لان الفكره من التفريغ الشعور احنا عايزين نعرفه نحرره، ان احنا عايزين نعرف الجذر بتاعه اصلا جه منين، عشان مش عايزين كل موقف نمر بيه سواء كان يستاهل او ما يستاهلش نعيد الدايره دي من الاول. فاحنا هنا في المرحله دي احنا بنعمل اعاده برمجه كامله، برمجه للفكر. فلما بيتظبط المشاعر بتتظبط، يعني بعد كده بتبقى فيه بقى صدات كده دفاعيه، اني اول لما تحصل الحاجه ما ثانيه واحده في ايه اللي حصل، 1 2 3، وبتعيدي الموقف مع نفسك. لما الوعي بيزيد والإدراك بيزيد بتكتشفي إن الموضوع مش مستاهل كل ده، فبتهدي. بس مش بقى حالة التوتر والغضب والبانيك والعصبية والصوت والضرب فهو نمط سلبي وأنا اتعودت عليه، فمحتاجة وقت عقبال ما اتعود على النمط الجديد، ومحتاجين مسافة ومساحة وتنفس وشوية وعي بين إن احنا ننقل من ده لده، لأن هي ما بتحصلش نطة مرة واحدة كده، ولو حصلت فهي فيك. يعني انا اسفه ان انا بظلمكم بس هي حقيقه، يعني مفيش حد بيتغير في يوم وليله، ومفيش حد بيتغير عشان حد، يعني الشيء بالشيء بيذكر، عشان بس ايه في شويه لغط ان شاء الله هنتكلم في ده قدام. اوكي، اخدنا المساحه دي وظبطنا المشاعر وفصصت الشعور. طبعا اول مره مش هعملها تاني
تالت مرة الرابعة هفكر والله قالت طب نشوف الخامسة هنبتدي ننفذ، ما عملتش حاجة دي بقول كلام فاضي. الستة طب ما تيجي نشوف السبعة، لا انا حاسة بكذا والشعور واللون والله يحرقكم ربنا ياخدكم، هنرجع تاني للتمرين. كل ده عادي وطبيعي وبيحصل عشان اوصل للمرحلة اللي انا عايزها. ان انا هقوم يعني تاني يوم بصحى الظهر واقوم بقى عايز بقى فجأة 8 اكون في الجيم وبتمرن باوزان حتى انام فيها اسبوع دي، يعني انا اليوم ده لو كله عدى هنام اسبوع فيها مستحيل. فهي تطبيق التمرين بياخد وقت، يعني اصلا عقلك اول حاجه بتيجي اللي بيرفض، فكك ده كلام فاضي هنهزر، في مرحله مشاعر وبسب وبلعن واشتم واقعد افصص، احنا فاضيين للكلام ده؟ مش فاضيين خلاص ارميه، خلينا بقى في اللي احنا فيه، خلينا طول اليوم مقضينا عصبيه واشتم، ده كلام فاضي، فكك من الفاضي، خليك في المليان. حلو المليان، ما انا جبت اخره من طيب ما فاتحين الباب ونطلع، لا بس مش خلاص بشارك اللي في استطاعتي وبحاول اشارك اللي يساعدكم، مش ظابط اتس اوكي مفيش اي مشكله. في ناس تانية ده بتبقى ظابطه معاها وحابين ان هم يطلعوا منها. تمام، عدينا كل ده وحابين ان احنا ندخل على مرحله الرحمه الاحتواء ما بعد الغلط، عشان دي اللي بتساعدنا ان الحزن ما ياخدش مننا اسبوعين 3 على موقف سواء كان قد كده او كان قد كده. انا عملت الحاجه غلط، هل انا كنت عارفه ان هي غلط؟ الاجابه العامه مثلا بنسبه 70% لا. في حاجات كتير قوي اوقات بنعملها بنبقى مش عارفين ان هي غلط، لان احنا مش مدركين ان ده او دي ممكن تؤدي لده او توصل لده. فهل انا كنت عارفه؟ لا. طيب لو انا كنت عارفه، في كده دارك سايد كده بيطلع احيانا، في جانب مظلم كده سوسه كده خبيث بيبقى موجود معانا برضو من احنا صغيرين، يعني بابا وماما مش مقدسين، بابا وماما بني ادمين، فيهم نور وفيهم ظلام، فيهم خير وفيهم شر. زي ما كانوا يقول لك انت ما تكذبش وتلاقيه هو بيكذب. الحاجات دي بتتخزن وبتكبر معانا وبتطلع يعني. فالحته السوسه اللئيمه بقى مش مهم والدينها من مين، المهم ان هي بقت فينا بطبيعيه، لان اصلا الانسان بغض النظر عن دوره هو اب ولا ابن ولا خال ولا عم في الدنيا دي، في جانب ده وفي الجانب ده. ففي حته بتبقى سوسه كده جوانا، ودي احنا محتاجين ان احنا نعترف بيها ونشوفها بعينينا، يعني نبقى مفتحين كده بس لها كويس، مش واحنا لا بحللها هي دي انت السبب. اوكي، لاني انكارها بيكبر الموضوع. دفنها و مش عارفه اقول ايه دفنها ان هي مش موجوده خالص، بتطلع في مواقف تانية قدام ما كانش ده الموقف خالص هي المفروض تطلع فيه، لان احنا ما سمحناهاش ان هي تعبر عن نفسها في اوقات معينه. في اوقات معينه احنا بنبقى محتاجين الانانيه، وبنبقى محتاجين اختيار النفس، وبنبقى محتاجين اللي احنا نهتم بوقتنا احنا، وبنبقى محتاجين ان احنا ما نكونش عاطفيين اكتر من كده. فهي مفيده في ادوار معينه، مفيده عشان انا اتثبت في الشارع وحد فتح عليا مطوه، اكيد ده مش الوقت اللي انا هبقى محتاج فيه النور والخير والمحبه والسلام والحاجات الحلوه، مش وقته خالص. انا متثبته مش وقته خالص. فبتبقى مرحله دفاع عن النفس، هيغزني يغزه. ده في حاله اللي انا قدرت اخد المطوه منه اصلا. ففي حاجات في الدنيا عشان كده ده موجود وده موجود. احنا بنسعى ان النور والتقوى هي اللي تبقى اعلى، وان احنا ما يكونش الظلام او الفجور طول الوقت طول السنة 24 ساعة. بس ده بيبان قوي وقت الغضب ووقت الظلم والألم والقهر والحزن والحاجات الكتيرة قوي دي. فمش لازم نستنى لما نوصل للمرحلة دي، وانا عارفة انه بيبقى عدم وعي، يعني مفيش حد بيستنى لما يوصل لمرحلة ان هو خلاص يعني بيفور وجاب اخره فيبتدي بقى كل الظلام اللي يطلع، نوع من انواع بقى الانتقام والغضب للنفس، اللي هو انت مش هتجيب لي حقي، تمام يركن انت بقى على جنب كده، لان هي اساسا بتجلدك وبتهينك انت اول واحد، وبعدين بتطلع للاخرين. ليله ابوك سودا، اللي هيعدي من هنا هجيب 4/4. خلاص توصل لمرحله كده الدكانه قفلت، يعني كان ميعاده 9، لا ما خلاص بقى بيقفل بدري بقى، خلاص 4 ما بيكونش في حد في المكان. دي بتبقى مرحله بقى اصعب واعنف من ان احنا نرجع منها، لان تهدئه هذا الجانب بتبقى رهيبه، فمحتاجه شغل جبار وعزيمه وشويه حاجات حلوه كده. بس في منها رجوع يعني، وبتتظبط والدنيا بتمشي تمام، مبقولش ان هي حاجه مستحيله،
بس دي بقى المرحله اللي بنبقى محتاجين نتمرن فيها باوزان. فلو انا ما كنتش بادئ التمرين اصلا فالموضوع هياخد شويه وقت، انا محتاجه اتمرن الاول وبعدين بقى نبقى نتمرن بالاوزان. فدي ليفل اعلى، احنا بنحاول نلحق نفسنا قبل ما نوصل للمرحله الرهيبه الفظيعه دي. فلو الحته السوسه طلعت بتاعت ان هو انا كنت عارفه ان ده غلط، اوكي احنا عملنا كده ليه؟ احنا هنا بقى محتاجين نعرف الدوافع اللي وصلت ان الحته السوسه دي تطلع، عشان دي لو فضلت مستمره هنتحبس كلنا، عشان نبقى على النار. بس عادي بكدها زي ما بتكدني، حبيت اقهرها زي ما قهرتني، استنيت الموقف الفلاني لما عايرتني اللي انا كنتش عارفه ايه وهي حصل معاها كده قمت مديها. الموقف بيبقى حصل خلاص، وفي ناس بتبقى هي اللي جابته لنفسها، اوكي خرجنا من دايرة الأمان والنور والسلام وكل الحاجات الحلوة دي، محتاجين اللي احنا نرجع نهدى، عشان في الأول بيبان إن الموضوع حلو إن أنت إنسان لطيف لنفسك، يعني بتعرف تاخد حقك وبتاع، وبعدين بيبتدي يكبر، لأن برضو الشر بيبقى ليه لذة كده وشهوة في الأول، يعني أي حاجة في الأول بصراحة بيبقى طعمها حلو يعني. بعدين النيلة السوداء بتبان، احنا محتاجين برضو نلحق نفسنا قبل مرحلة النيلة السوداء. والمرحلة دي مش هيبقى من السهل ان انت تقنعيها من الجانب الديني اللي هو عفى الله عما سلف، او حتى تبقي فاهمة اللي هو الكاظمين الغيظ فانا لو كتمت يبقى انا كده تمام، لانك انت لو دخلتي عليها بالجانب ده هي هتصور اكتر، لان هي اول حاجة هتقولك طب وانا فين حقي من الناس اللي هم بيظلموني؟ اشمعنى هم بيظلموني وانا لا؟ طب ليه انا ربنا بيعاقبني عن اللي انا برد لهم ده ما بيعاقبهمش هم على اللي هم عملوا فيا؟ فبلاش، عشان التصادم ده لما بيحصل مع النفس ومفيش حد اصلا يوجه ومفيش حد يفصلنا احنا عن المرحله دي ويخلينا نقعد جنبه كده نشوف الصوره من بعيد كأن الاتنين اللي بيتكلموا جوه دول مش انا، هنوصل لحته مش. فانتي حاولي ان انتي تهديها بالنقاش، عارفه لما عندك حد في سن المراهقه مرحله التربيه الرهيبه دي، بالنقاش وواحده واحده، ايه الدوافع عشان هي عملت كذا؟ انتي تفتكري هي عملت كذا ليه؟ هل انا كنت بحلو؟ هل استفزتها مثلا وانا مش قصده؟ طب انا اترسمت فهي بتمديها لي، هتتناقش هي تقول المشكله يعني لما اترسم مسيبني في حلوه هي مالها وانا كنت بترسم عليا؟ كنت بترسم على الشله كلها. النقاش ده بيبقى حلو ان بيعرفك الجوانب السوداويه اللي في نفسك، هي موجوده عندنا كلنا. وبجد لو احنا لسه مقتنعين بفكره ان هو انا حلوه وجميله وطيبه واموره وما بظلمش حد والناس كلها ظلموني، هي دي مرحله اصلا بتدل ان احنا لسه ما عرفناش نفسنا بشكل كافي، ولسه ما عرفناش الجانب الظلامي اللي في شخصيتنا، لان كلنا فينا هذا وذاك، مش يعني مش هي كلها نور كده، مش ملايكه. وحتى التجربه الارضيه اللي انت جاي تعيشها هنا لا تتناسب مع ان انت تكون ملاك، ولا تتناسب مع ان انت تكون جبروت، مش لازم برضو تعيش في دور الشيطان بقى فتاخد ده مبرر وحلو بقى اقضيها قرف، لا برضو مش حلو. هي تتناسب مع ان انت تعيشها انسان، فهي خلقت يعني عشان تتناسب مع الانسان، لا للتطرف لده ولا للتطرف لده. فهي اصلا الفكره كلها قايمه على الاتزان، قايمه على ان انت تبقى ماشي على الحبل، في شويه بتيجي كده وشويه بتيجي كده، بس انت بتحاول تتعلم التوازن بين ثقل الاتنين، يعني دي بتشدك قوي ودي بتشدك قوي، وفي الحالتين انت محتاج تعبر عن نفسك، فلازم تدي مساحه لنفسك انت تعبر عنها، ولازم تبقى عارف انهي موقف اللي تقدر تعبر، امتى ده يطلع وامتى ده يطلع، امتى ناخد موقف وامتى ننسحب، امتى نقول وامتى ما نردش اصلا. كل دي تمارين حياتيه هي بتحطك فيها كل يوم، انت مش محتاجه بقى اصلا تتابع مع حد ولا بتكلم حد، الحياه بتؤهلك يعني لنقط كتير، بس الفكره لو مفيش انا وعي ومفيش مساعده داعمه ليا ممكن يحصل تطرف في الفكر فيدخلنا في قصه. اوكي، فخلينا عشان ما نتعمقش قوي في الجزئيه دي والوقت يروح وانا اللي بيطلع عيني بعد كده، الجزئيه بتاعه الحته السوسه الظلاميه اللي جوانا دي نعمل لها لايف لوحده، ونبقى ننزله في القائمه بتاعه البودكاست، نخليها هي ليها لوحدها، اوكي، عشان الكلام فيها هيطول. خلينا نخش على الحته الايجابيه اللي انا كنتش عارفه اني ده غلط، لان انا ما كنتش عارفه ان ده هيوصل لده. طب احنا عرفنا ان ده وصل لده، يبقى ده مش هنعمله تاني، اوكي، مش لازم نفترض سوء الظن من اولها لان ده شيء مهلك جدا للنفسيه، احنا هنفترض حسن الظن عادي خالص، ولما اللي قدامنا بافعاله وكلماته وخطواته وسلوكياته ومشاعره وكل حاجه فيه اثبتت ومضت وختمت اني مش تمام بالنسبه لنا احنا، مش كشكل عام هو انسان مش تمام بالنسبه لنا احنا، والله ما الدنيا مش ظابطه، خلاص اتس اوكي، نكنسل ونروح.
تمام، طالما هي مش علاقة احنا مضطرين للتعامل فيها ومضطرين ان احنا نتعلم نهج يتوافق مع هذه الشخصية. طالما هي الحاجات اللي هي بتبقى من بره دي خلاص نكنسله عليها وخلاص ملهاش داعي. تمام، فانا ما كنتش اعرف ان الحاجة دي غلط، ومن خلال الموقف ده اتعلمت مثلا ان السلوك او طريقة الكلام دي او المواقف اللي صدرت مني بعفوية دي ممكن تؤدي الى ذلك، بدليل ان انا وصلت الى ذلك. لان في ناس مش لطيفة ومش كيوت فبتاخد ده تستغله لمصالحها هي الشخصية، فلاقي نفسي اتحطيت في موقف مش حلو او اتصنفت تحت تصنيف مش حلو، فخلاص بلا. ده بالنسبة للحاجات الصغيرة. والله لو انت عندك من المساحة النفسية اللي يساعدكم ان انتوا تتقبلوا نفسكم في ظل ان في ناس تانية مصنفينكم تصنيف معين وبينشروا هذا التصنيف للناس، تمام. في ناس بيبقى عندها يعني صلابة نفسية وحابة نفسها والعلاقة كويسة وقوية بينها وبين نفسها، عارفة كويس قوي هي ايه، فحرفيا بيبقى مش فارق معاهم مين قال عليهم ايه فوصل فكرة غلط لحد تاني. يعني سبحان الله بتلف الايام والحد التاني اللي واخد الفكرة غلط ده بيجي ظرف وبنتعامل وبيعرف ان الشخص دي تمام. بس انا عارفة ان الغالبية مش كده، وعارفة ان النسبة الاكبر بتقول ان هي تمام بس مش بتبقى تمام، والكلام بيبقى مؤلم جدا. فما فيهاش حاجة ان احنا ناخد بالنا من السلوكيات اللي بتصدر مننا ونتعلم من كل موقف بيحصل ونطول بالنا على نفسنا. بيبقى يعني سياسة النفس الطويل معانا احنا بدل صعوبات الحياة اللي احنا مركزين فيها. عشان كل مدى ما هنقابل موقف هيعلمنا حاجة، هنقابل شخص هيعمل معانا موقف معين هيعلمنا حاجة، فاحنا بنفضل نتعلم وبنفضل نتطور. فهي بتبقى رحلة طويلة يعني لحد ما بنقابل وجه كريم. ففكرة اللي احنا نضغط وعايزين نخلص كل مرة واحدة وبتاع بحيث ان احنا نعيش بعد كده واحنا عارفين وفاهمين، مش هي دي الصورة الصح، لان مش هي دي الصورة الواقعية. يعني كل ليفل بنوصله في ليفل اعلى منه، فهيجي الحد الاعلى منه يعلمنا الدرس ده. فعايزين يعني نعود ونمرن فكرنا دماغنا يعني على فكرة انه ده عادي، وان هو ده درس موقف وعدى انا اتعلمت الدرس واتس اوكي. ولو ورانا شغل بنقوم نكمله، ورانا طبخة بنقوم نعملها، يعني نشوف حياتنا رايحة فين ونخلص الموقف وخلاص ونعدي. يعني انت عشان تمدي اسمك تحت كل موقف مش هنخلص اقسم بالله. تمام، لو انا عرفت خلاص حصل خير، بس لو انا متأكدة من نفسي ان النية كانت حسنة وان انا ما كنتش اقصد ده وان انا عملت ده من باب الطفولة او عملت ده من باب الاحتياج او حطيت نفسي في الموقف ده عشان يعني كنت بهزر ما كنتش اقصد حاجة والموضوع تفاقم، بس اتس اوكي. لان كفاية ردة الفعل اللي هتيجي من بره، مش هبقى انا والناس عليا، هي حاجة واحدة كفاية. وفكرة اصلا ان احنا يعني بنغدر بنفسنا بشكل لا واعي، ان احنا بنغدر بيها من ان احنا يعني بنقف مع الناس ونقدسهم ونقلهم وكل حاجة هم بيعملوها هم اللي صح واحنا اللي غلط، وتشكيكنا في نفسنا والتقليل منها طول الوقت ده بيخلينا بعد كده قدام بعد سنين، يعني لما نحب نطبق اي حاجة او نقرأ اي حاجة او نواظب على اي حاجة نفسنا ما بتكونش مستجيبة لينا، هي بتبقى اول عدو لينا اصلا. يعني هي بتدرك ان من الاول ان العلاقة مش تمام وان احنا خاسرين بعضينا وانت كده كده اصلا كدابة ومش هتلتزمي في كل ده، واي حد جه من بره اعتذر لك هتسامحي وتعدي الموقف وخلاص. وفي حاجات تانية بتبقى ناتجة من حاجات برضو في الطفولة اللي احنا بنوافق اللي احنا نعمل حاجات معينة او بنمشي فيها من باب ان احنا ناخد حب من بره، من باب ان احنا نبقى مقبولين وسط المجموعة بتاعتنا، من باب ان الناس يعني تبص لنا بعين الرضا. فبتطلع مننا سلوكيات في الحقيقة هي مش شخصيتنا الحقيقية، وفي الحقيقة احنا مش بنبقى قابلين بيها، بس اللي قدامنا بيقدمها لنا كده بشكل لا واعي اللي احنا لو عملنا كذا هنبقى مقبولين في الدايرة دي، فبنوافق. يعني مين بيحب شعور الرفض او النبذ؟ مين بيحب فكرة والله انت انسان اطلعي بره؟ محدش بيحب ده. بس في حاجات بتبقى قصاد حاجات، لو الموضوع ده قصاد قيم ومبادئ اكيد لا، اكيد. يعني في الاخر الموضوع ده بيبقى فترة مؤقتة والناس دي مش قاعدين معانا طول العمر ومش قاعدين معانا طول اليوم، ده هما بيبقوا كذا ساعة من اليوم، وفي الاخر انا اللي بروح البيت مع حالي، انا اللي بنام مع نفسي، انا اللي جوايا انا دماغي ونفسي ومشاعري انا عارفة هي بتقولي ايه طول الوقت.
فيعني جلد الذات برضو وشعور العار والكلام السلبي اللي بنسمعه من جوانا ما بيجيش من فراغ. في حاجات من التربية ومن الطفولة ومن المجتمع، وفي حاجات هي بتبقى لمبة بتنور جوانا ان على فكرة لأ، ان هي في الحقيقة بتبقى عايزة تساعدك. يعني في اول في الاخر نفسك هي بتحبك وعايزة تساعدك، عايزاكي تكوني افضل لقدام. فهي متضايقة، هي متضايقة من فكرة ان انتي ما بتاخديش موقف ومش بتحميها، لانك انتي اللي مسؤولة عنها. وكنصيحة يعني خليكي انتي اللي مسؤولة عنها، احسن ان هي تخرج تبقى هي مسؤولة عنك، لان ردود الافعال اللي هتطلع هتبقى يعني مش قادرة اقولك مش حلوة خالص. فبلاش، يعني اللي بتحصل كله حتى لو هو مش حلو فهي النية كانت طيبة، ان هي كانت قصدها تحميكي. القصد بقى من الحماية بقى ان هي حبستك، خفتك عن العالم، خلتك تاخدي جانب على جنب، خلتك شخصية دراما، خلتك شخصية قاسية، خلتك ايا كان. فالجزء اللي طلع واتحكم ده هو كان النية منه ان هو يحميكي، ما كانش قصده ان هو يعني يمحي شخصيتك. بس طول ما انا ما عنديش الوعي الكافي، انا مش عارفة نفسي كفاية، مش هقدر ان انا اوصل للمرحلة دي. عشان كده احنا بنحاول نتعرف على بعض، على نفسنا مع بعض في العمق من الجزئية دي. طيب، عرفت اللي انا غلط، وعرفت انا ما كانش قصدي، وعرفت ان هي النية الطيبة. أه، ببتدي بقى اقيم اذا كان السلوك ده يستاهل ان انا اعيده تاني، وعادي اخليه معايا وفي حياتي وجوايا، بس اختار الناس اللي بشارك معاهم السلوكيات دي والطاقة الحلوة دي والكلام الكوميدي ده، ولا ده فعلا سلوك هو غير مقبول ومؤذي وغلط، وهيفضل يحطني في مشاكل حتى لو اتعاملت مع ناس جديدة في بيئة جديدة. فإذا السلوك ده سام لأنه فعلا بيجيب لي مشاكل، وأنا يعني شايفاه إن هو عادي من منظوري أنا. فساعتها برضو هنا دي نقطة متعلقة بالوعي، اللي أنا محتاج أبص من منظور تاني. أو السلوك ده شائع، ممكن نعمل عنه سيرش، سواء نقرأ كتاب مختص فيه أو فيديو لحد مختص فيه إن هو السلوك ده بيصدر ليه، وقيمه. زي ما احنا قلنا يعني السلوكيات دي لو طلع من يعني احتياج او وحدة او قلة ثقة بالنفس او فكرة ان الناس تقبلني، شو حاجات كده، فهتفضل حطانا في ضغط طول الوقت بغض النظر عن المجتمع والثقافات والناس والمكان اللي احنا فيه والحاجات دي كلها. انا ببقى محتاجة اشوف ان السلوك اللي بيطلع ده مني بيجيب لي ايه من بره. لو المردود ايجابي وهو فعلا سلوك ايجابي وانا بعمله وانا مرتاحة فيه، وانا مش حاسة ان انا بتساوم على اي حاجة بشكل واعي. طبعا يعني اوقات انت بتبقي مش حاسة، بس حاسة بألم، بس انت مش حاسة ان انت بتتساومي. عشان كده احنا بنشتغل على الوعي، لان هو ده اللي بيفرق، انا فعلا بتساوم ولا انا فعلا مرتاحة. ولو انا مش شايفة ان انا بتساوم بس انا مش مرتاحة، يبقى في حاجة غلط. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا في سنسور كده للإحساس بالغلط والخطر وبأي حاجة فعلا بتبقى مهلكة للإنسان. وقت لما بتبقى الدنيا كلها بايظة، الأفكار والمشاعر وكل حاجة، بيفضل هو شغال على طول. عشان كده احنا بنحاول نظبط كل الجوانب ونهديه عشان ندي للجهاز ده مساحة ان هو يشتغل بس فعلا وقت الخطر. في حاجات احنا بنشوفها ان هي مثلا فيك ومش حقيقية، او يمكن انت بس بتقولي كده عشان انتوا لسه متعرفين على بعض، بس فكرة ان هو انا مش مرتاحة او ما تقبلتوش، حاسة ان انت متاخدة من الشخص اللي بتتعاملي معاه. في حاجات في الاول اشارات والله بتبقى باينة والله، بس مفيش مساحة فاضية جوه دماغنا من كتر ما احنا بنلوك طول الوقت او محبوسين في فترة زمنية معينة ان هي تستوعب هذه الاشارات. انا اصلا مليانة، ففي بلوك هنا على دماغي. فوالله لو لونا وشه كله بالاحمر، مش هعتك علامات حمراء، لو هو ضربناه كله احمر انت مش هتاخدي بالك في اي حاجه، والراجل تمام وزي الفل واحنا مكملين، مش اي مشكله خالص. فتقييم السلوك اللي بيبقى خارج مني وتقييم مردوده على حياتي وعلى المجتمع اللي حواليا بشكل هادي ومتزن، دي حاجه ضروريه محتاجين نستخدم فيها ورقه وقلم. يعني لو احنا عملناها زي ما احنا قاعدين بنحكي كده مش هتظبط. يعني هتلاقي داخل فيها مشاعر وداخل فيها تمني وداخل فيها رغبات وداخل فيها لو ويا سلام واصلي
هنروح في ده. احنا هنجيب الورقة والقلم كي بشكل تقليدي جدا ونكتب ونفنط هو ايه يصدر مني ايه والمجتمع اللي حواليا ايه. طب انا لما عملت كذا حصل ايه. طب اكتبي، مش لازم بالتفاصيل، اكتبيهم نقط، اكتبيهم نقط. ايه هو السلوك كذا، صدر مني ايه كذا، انا لما عملت كذا حصل ايه، كان المردود عليا 1 2 3 4. طب ال4 دول ايجابيين، انت مرتاحه مبسوطه شايفه ان دي الدنيا تمام ولا بنعك ولا مش ظابطه؟ طب انت حابه ان هي دي الصوره اللي انت تكوني عليها؟ انت حابه ان انت تتصنفي وتتعرفي بالشكل ده؟ هل هي دي فعلا شخصيتك العامه؟ هل انت من جوه كده بتبقي مرتاحه ومبسوطه وانت بتعملي كده وكومنتات الناس كده وضحكتهم ليكي او طريقه تعاملهم معاكي كده، ولا انت حاسه ان دي حاجه بتاذيكي بتجرحك من جوه؟ انا مش قابله ده، في حاجه من جوه بتقولي لا، في حاجه بتعمل كده من جوه بس ملهاش صوت، لان في اصوات كتير قوي جوايا. هتفرق كتير، وعد ليكي هتفرق كتير، هتبقي في حته تانية خالص. وللشباب برضه، يعني اتفقنا ان السلسله عامه بس انا احيانا بسرح مع البنات هتفرق لانك بعد كده هتقدري تقيمي بقى زي ما احنا قاعدين كده، اللي هو بينك وبين نفسك كده في دماغك 1 2 3. مش خلاص ان هو انا وحشه، ومش خلاص ان هو لا وحش، او ان العلاقه مش كويسه، مش صحيه، مش نافعه عليا، مش ظابطه، مش ده اللي انا كنت عايزاه. خلاص، فكره اللي انا مش ده اللي انا كنت عايزاه ده معناه ان انا محدده انا عايزه ايه. احنا كده عدينا مرحله الخطر. مرحله الخطر بقى اللي هي اللي انا مش عارفه، لان طول الوقت انا بحاول اتكلم معاكي واساعدك عشان نلم اجابات مع بعض، مش عارفه. فطالما انا مش عارفه يبقى مفيش تجارب حصلت عشان اعرف نفسي بشكل اعمق فالم معلومات من الناس. فدي مرحله انا محتاجه اتقبل ان هي تبقى موجوده في حياتي، ويا ريت تبقى مرحله من حياتي، مش حياتي كلها انا مش عارفه، مش حياتي كلها بمر بتجارب عشان اعرف. خليها فتره، وارجوكي حاولي تقلليها بقدر الامكان، لاني كل ما بتطول كل ما انت بتتدمري، لانك بتحسي انك طول الوقت تايهه وانا مش عارفه. لان المرشد الحقيقي بيبدا من جواكي، وعشان يبدأ من جواكي لازم نسكت كل الأصوات دي عشان جهاز الإنذار الرباني اللي ربنا خلقه جوانا يشتغل وقت الخطر والقلق فقط، مش 24 ساعة. فبالتالي ما نحسش بموضوع الضيق والاسترس 24 ساعة برضه. فهي حاجات بنظبطها وبنشتغل عليها في الأول عشان نوصل للنقطة دي. أنا محتاج رقم 7، فأنا لازم أعدي من 1 لحد 6 عشان أوصل لرقم 7. مفيش حد بينط على رقم 7 مرة واحدة، دي ما بتحصلش. طب يعني بسلالم ولا بأسانسير ولا بحبل ولا بأي حاجة، ده لو على المواسير هيعدي على كل ده عشان يطلع رقم 7. فمحتاجين يعني نطول بالنا. واللي صبرك على مقاسي كتير وعلى ناس كتير وعلى ظروف زي الزفت كتير، أظن إن نفسك أولى من كل ده. طيب، هنيجي بقى للنقطة اللي قبل الأخيرة، وهي نقطة مهمة، يعني إزاي أحاسب نفسي بوعي وللآخرين. أوكي، زي ما احنا اتكلمنا على كل اللي فات لحد ما وصلنا لمرحلة تقييم السلوك، اللي كانت قبلها مرحلة اللي أنا عرفت الغلط، سواء أنا كنت قصداه أو مش قصداه. قلنا هنخلي الحتة السوسة لوحدها، بس يا رب أفتكر. في حاجات بتحصل وبتصدر مننا بدون قصد أو لحظات ضعف غلطنا، يعني تعدي. أوكي، ونفس القصة بالنسبة للآخرين. فاللي أنا برحم فيه نفسي مفيش أي مشكلة خالص اللي أنا أرحم فيه الآخرين، يعني ربنا رحيم. وإحنا فعلا محتاجين في هذه الفترة تحديدا، يعني السنين الحالية اللي إحنا عشان إحنا نطبق ده جامد، يعني من غير أنا أسفة العبط والتهاون والهبل والهزار السخيف، واللي هو اتس اوكي خلاص ما حصلش حاجة، واتس اوكي خلاص ما حصلش حاجة. الحاجات الصغيرة البسيطة اللي ممكن تكون نتجت عن شات في وقت متأخر، نتجت عن والله حالة فراغ، حالة ضياع، حالة حزن. عارفين الحاجات الطبيعية اللي بتحصل بناء عن التعاملات اليومية اللي احنا بنعملها، هنرجع تاني لما ما بيبقاش فيه حدود. فطبيعي بيبقى فيه عبط وتجاوزات وقلة أدب وهزار سخيف وحاجات كتير كده. أو الناس اللي هي طالعة من مجتمع هو كل ده عندهم كل على بعض، الرز على الملوخية على الفراخ، عارف انت طبق كده خلطبيطة بالصلصة. في ناس ده ذوقها اوكي، بس ان احنا ده مش ذوقنا، متعودين ان كل حاجة في طبق لوحدها، يبقى اكيد مش هنتعامل مع بعض، عشان هنفضل طول الوقت في عراك، فمش هنخلص.
اوكي، غير بقى لو احنا نقطة المجبرين دي بتبقى حاجة تانية، العلاقة اللي هو ما ينفعش ان احنا نقطعها. فان انا احاسب على قد الموقف، يعني ما ينفعش الحساب وردة الفعل على الصغيرة هي ردة الفعل على الكبيرة. نفس النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها عن الغلط، في اللي بيعدي وتمام وفي اللي لا لازم وقفة، والوقفة الحقيقية اللي بتبقى مع النفس. يعني انا لما بحاسب نفسي بشكل حقيقي وبقف مع نفسي وقفة حقيقية، يعني انا افضل ان احنا نوقفها مع نفسنا قبل ما حد يوقفها معانا. يعني لما بتيجي من بره بتبقى اكتر اهانة وصعوبة في الاستقبال عن لما بتيجي من جوه. يعني احنا من جوه برضو بنبقى خجلانين من نفسنا لما بنعمل حاجة وتلاقي نفسنا بتغلطنا او بتلومنا، وده شيء طبيعي لان هي عايزانا افضل. بس اوقات لما ماما بتمسح بكرامتنا الارض، او صاحبتي اللي انا مدياها مسؤولية على حياتي او مساحة في حياتي ان هي اللي توجهني فتهني وبتمسح بكرامتي الارض، لما ارجع للاكس المرة 313 والست عندها حق ما نقدرش ان احنا نغلطها، بس الاسلوب مش حلو والمساحة اللي انا سمحت لها بيها من الاول مش حلوة. ففي برضو كذا حاجة انا غلطت فيهم من الاول، فمش هقدر اجي في نص الطريق واروح شتماها وابقى عايزة اجردها من المنصب اللي انا حطيتها فيه من الاول مرة واحدة وامشي اطلعي بره. هو حاجة زي كده كفيلة اصلا هي تنهي العلاقة، وهي العلاقة انتهت على كده، وفي ناس بترجع تاني عادي. اوكي، بس الفكرة ان احنا ايه اللي وصلنا لكده، كل اللي احنا اتكلمنا فيه على مدار الفيديو. فلما اجي انهيه مش هينتهي في يوم وليلة، الا لو انا خدت قرار بشكل واعي ومتزن ان انا انهي العلاقة دي في يوم وليلة، لان هي برضو كانت علاقة مؤذية سممتني واذتني من باب ان هي بتساعدني وبتوجهني. لما في حد مختص غير لما في حد مش مختص. انا اخترت الحد اللي مش مختص ان هو يبقى ولي عليا، وانا اصلا كنت رافض طريقة الانسان اللي ولي عليا في الحياة، يبقى احنا كده في حوار كبير محتاجين نظبطه مع بعض. فكل احنا وصلنا للمرحلة دي، بس انا مش عايزة اقطع الانسانة او الانسان. انا عارف ان هو مثلا بيخاف عليا، بتحترمني بتقدرني، هي ما كانتش قصدها بس كانت من لحظه انفعال، لانك هي شايفه ان انت بتضيعي نفسك وهي بتحاول ان هي تلحقك وهي مش عارفه تعمل ايه، فصدر رده الفعل اللي ما عجبتكيش اللي وصلتنا للمرحله دي. فانا محتاجه ان انا احاسب نفسي الاول واقف مع نفسي. ولو كلمه احاسب نفسي دي بتعمل لكم حاجه جوه استخدموها او استبدلوها باي كلمه تانية، بس تبقى الكلمه التانية بتوصل لفكره ان انا خليني انا اراعي نفسي، اصحح نفسي، اوازن سلوكي. يعني شوفي انت الجمله اللي تختاري، بس يبقى هو ده الهدف من استبدال الكلمه. بليز ما تحطهاش في حته تانية تحت المسمى ده عشان مش حلو. اوكي، يعني احاسب نفسي هي دي اللي بتفرق، لاني انا محتاجه ان انا ابقى عارفه انا فين وبعمل ايه الغلط اللي حصل وايه الصح المقابل ليه، عشان لما اتحط في موقف تاني اظبط ده. يعني في حاجه كتير بتسرح مننا، يعني في عمر معين هنوصل له عاجلا او اجلا، ربنا يبارك في اعماركم في حياتكم كلها يا رب. بابا وماما مش هيبقوا موجودين في حياتنا، فمش هيفضلوا هما طول الوقت اللي بيوجهونا او يربونا او يقولوا لنا ايه اللي نعمله. وفي مرحله عمريه تانية ناس هي اللي هتبقى مسؤوله مننا. وفي فتره زمنيه تالتة صحابي المقربين اللي بثق فيهم او زمايلي في الشغل مش هيبقوا جنبي عشان يدعموني، ممكن تجيلي سفريه في حته تانية افضل، الشغل احسن، الدنيا تمام، طلعت اوكي. فانا هنبدا من الصفر من اول خالص. فانت محتاجه ان العلاقه تبقى قويه مع نفسك، لان نفسك هي اللي معاكي لحد ما نوصل للنهايه. ففكره اني انا يبقى معايا حد طول الوقت مش اظبط حاجه، لان في ظروف كتير بتحصل مش هتخلي الحد معايا طول الوقت. ممكن انا كمان اللي مبقاش معايا طول الوقت، يعني انا حتى مش ملاحقه ان انا استشير او اسالها او اتصل بيها اكلمها. فعلاقتي بنفسي محتاجه ان هي تكون اقوى من كده، بحيث ان انا وهي مع بعض احنا طول الوقت مع بعض، مشغولين مع بعض، فاضيين مع بعض في كل الاوقات مع بعض. فلو هي مش تمام هي قمة الإهانة بالنسبة لنفسنا. على فكرة احنا نجيب حد تاني نستبدله عنها، هي نطلعها هي بره ونتحد احنا مع حد تاني، ان نبقى احنا انا وهو تمام، او انا وهي تمام، او انا وهما تمام. انا اصلا مش تمام مع حالي. يعني دي شتيمة بالام دي، انت مش هنتيها، انت دمرتيها، انت خدتيها كده رميتيها بره البيت وقلت لها يلا شوفي حل سبيلك في حتة تانية اتكلي على الله. فالحساب
لنفسي هو اللي بيبقى الأول على حسب الموقف، وبيبقى على حسب الوعي الحالي اللي أنا فيه. ممكن كمان 2-3 تفتكري الموقف بناء عن حاجة صحت الموقف ده، فتكتشفي وقتها ان ردة فعلك كانت اوفر، يعني مكانتش مستاهلة كل ده. يعني حرفيا كانت نظرة وابتسامة خلصت الموضوع، مش نظرة وابتسامة هنبدأ العلاقة، نظرة وابتسامة نهت العلاقة. وسيب الشخص الآخر يتحمل مسؤولية شعوره. يعني انت لما هتستيقظي من الغفلة اللي انت كنت فيها وتبتدي تظبطي أمور كتير، أكيد دي حاجة هتضايق حد كان بالنسبة له كل حاجة تمام، والحنية تمام، والطيبة تمام، والسيطرة تمام، هو بيعمل كل اللي هو عايزه يعني. فين المشكلة؟ مفيش مشكلة، الحياة حلوة، اوكي. جينا احنا خبطنا ده، فانتي ضربتيه في اكل عيشه زي ما بيقولوا، او قطعتي له اكل عيشه، وقطعتي له مصادر التغذية اللي في العلاقة واللي في الحياة. ويا سلام بقى لو انت كمان طاقتك حلوة وبتشحنيه وبتدي بهجة، وعارفة انت القصة دي. الفرن قفل، هنجيبه عيش منين دلوقتي؟ فدي نسيبه، اوكي. طيب دي مشكلة مين دلوقتي؟ الله ينور عليك، هو مش انتي خالص، لانك انتي طلعتي من ده، محتاجة فترة تقوية وثبات على الموقف لحد ما نخرج من ده 100%. عشان الزفت ولا المازوت ولا مش عارفه ايه الملك الاسود ده، اكيد مش هنحطه تحت الحنفيه كده مع الميه هيطلع، اكيد مش هيتغسل، اكيد حاجات مختصه ووقت ومش عارفه هننقعه كام ساعه وتتكسر. ده لو الحته اصلا غاليه، يعني هي لو حاجه سهله احنا ممكن ناخدها خلاص دي حاجه جديده. بس احنا النقطه اللي بنتكلم فيها دي هي نفسنا، فهي اغلى حاجه، يعني هي القيمه، وهي امانه عندنا، واحنا امانه عندها، فما ينفعش، ما ينفعش. فهي دي اهم علاقه محتاجين احنا نظبط قوي 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 الدنيا مع بعض. فانا حسبت وشفت ان الدنيا مش مستاهله، اوكي. اوقات، ما انا اسفه، اوقات بيبقى الغلط من عندنا احنا اكبر من الطرف التاني، لاني انا اصلا اللي فتحت الباب وسمحت بان كل ده يحصل. انا اللي بديت، وانا اللي اتكلمت، وانا اللي هزرت، وانا اللي شلت الحدود، وانا اللي سمحت بالكلام ده كله بالفتره دي كلها، عملت قط في النص بشكل لطيف. يعني مش لازم اهين الشخص اللي قدامي، ومش لازم بلوك، بس في مراحل معينه لازم فيها بلوك، وفي مراحل اشخاص في مراحل معينه بتوصل الانسان ان هو لا، هو بيقول لك انا عايز ردة فعل اقوى من كده، علي الفولت شويه، اتس اوكي، خلي فيه شويه كهرباء زياده، علي الفولت مفيش مشكله، طالما هو مرحب ودي الطريقه اللي هيفهم بيها، والله يخلي بركه. الناس بقى اللي بتوصل لمرحله زي حالاتي كده، اللي هو احنا مفيش بقى دماغ لبلح الشام ده كله، هنعمل ايه؟ والله خدنا واحدة دقناها حلوة خير وبركة، مش حلوة ميرسي وبنشكره الجماعة وبناخدوا قعدتنا وبنشربوا شوية الشاي اللي موجودين والسلام عليكم وعليكم السلام، وما تجيش تاني، ما تجيش تاني. هي كانت زيارة وراحت لحالها، خلصنا. تليفونات بقى، اي يا حبيبتي ونبقى نشوفك وعناية وحبي وعمري وقلبي وخلي الكلاوي مكانها وكل حاجة يروح لحالها. انما وفي المرة ال17 بنكتشف ان في مشكلة، يعني ردة الفعل بتاعت المرة ال17 غير ردة الفعل بتاعت المرة الأولى. المرة الأولى نظرة ابتسامة الموضوع خلص، المرة ال17 احنا هندخل العيلة في الموضوع عشان الحوار كبر. فهي من الأول، بس طبعا القديم اللي فات وحصل مش هنقدر نطبقه عليه كل ده، مش عايزين هزار، احنا هنطبقه كل ده بناء على جاي الجديد بقى، يعني بكرة الصبح إن شاء الله نقوم 9 نظبط كل العلاقات اللي جايه جديده، المعارف اللي جايه جديده، الناس اللي انا حابب اتعرف عليهم، الناس اللي هم حابين يتعرفوا عليا، نظبط بقى الدنيا مع بعض. كل اللي انا حكيتهولك ده، واللي انا حكيتهولك ده، احنا قاعدين جروب مع بعضينا، اوكي، يعلمنا ايه هي نوعيه الحدود اللي احنا حابين نضيفها على حياتنا ونلتزم فيها وبأني قدر. عشان كده انا خليت اللي هو ازاي نعملوا الحدود دي في الاخر خالص، يعني ازاي نعملوها دي، مش ان هو قال لك كذا فانت تعملي كذا، 1+1=2. ليه؟ شخصيتي غير شخصيتك غير شخصيتك، غير طبيعه الشغل بتاعك غير طبيعه الشغل بتاعي، غير طبيعه الشغل بتاعك غير طبيعه روتين حياه كل واحد فينا عامل ازاي، فبتختلف. فالنصيحه اللي انا هقولها هي يعني مباشر مع ناس تانية ممكن تجيب مشاكل،
عشان كده قلنا ايه المرونة والخيال والابداع في اول فيديو خالص لما تفتكروا. بس قلت في نفس ذات الوقت لو مفيش بناخد نفس الكلام اللي انا بقوله كوبي بيست ونخلص من القصة دي كلها. اوكي، فالحساب على قد اللي انا عملته، على قد الموقف خلصت الجزء بتاعي، بنتقل للشخص الاخر بناء عن اللي احنا هنا محتاجين نعمل ستوب. وخليكي مرنة بشكل كافي انك انت لما هتعملي ستوب اول حاجة هتسمعيها، وده من امتى؟ ده النهارده الصبح. النهارده الصبح قمت والله لقيتها مش طالبة السلام عليكم. اوكي، في حاجات بتبقى جابت 13,000 مرة، كفاية بقى اهانة وقلة ادب، كفاية بجد. مين اللي ايوه انا اللي غلطت والله، وانا اللي سمحت، وانا اللي عملت. خالص بنقفله العلاقة، ده طبعا بالنسبة للقديم، بنقفله العلاقة ونقعدوا كده اسبوعين 3 كل يوم رباعية نصاية كده مع بعضينا، احنا بنشربوا فنجان قهوة ولا اي حاجة من اللي بتقرف جدتنا دي، ونقعدوا بقى نركزوا ايه القصة. انتي اصلا غلطتي بقى من الاول خالص لما اتعرفتي. فاكره لما كنا واقفين وهي جت ما كانش اصلا ينفع انتي تدخلي واحده زي دي حياتك. ودي مساحه لنفسك ان هي تقول لك الكلام اللي هو انتي فعلا المفروض تسمعيه، بدل ما تسمعيه من حد غريب، بدل ما تسمعيه من بره ويوجعك، بدل ما ماما تديكي كلمتين في عظمك، بدل ما تلجئي لواحده صاحبتك تدخليها حياتك وبعدين يعني خلاص بقى اسمعيها وقيمي. يعني نفسك بتقول الكلام ده من باب غرور ولا من باب ضعف، من باب قوة ومن باب اللي هي مش فاهمة عندها حق ولا ما عندهاش حق. الفلتر ده بينك وما بين نفسك انت محتاجة تتدربي عليه وتتعودي عليه عشان بعد كده تعمليه مع الناس، عشان بعد كده تبقي تعمليه مع عيالك، لانك كده كده هتبقي ام خلقها ضيق، ودي اكتر ام ممتازة في الحياة. طبعا انت عارفة انا بكدب، حاجات كده محتاجين نظبطها بعض. لو وصلت لكل ده وانت بتحاسبي لقيت اللي قدامك، طبعا هو في مواقف قليله قوي ان الغلط ما بيكونش على اللي قدامك، لان برضو في نقطه معينه حابين نوضحها. الناس المحترمه دول حابه قد كده، الناس المحترمه هما مش هيسمحوا اصلا ان الحوار يوصل بالمرحله دي، لان هما بيبقى الادراك عندهم عالي. يعني المحترم مش محترم بس عشان هو اتربى تربيه محترمه، هو محترم ان هو محترم حاله اول حاجه، محترم حدوده ووقته ومشاعره، قصه كده يعني اللي احنا بنتدرب فيها دي دلوقتي. فبالتالي لما بيشوف حد كده هو بيسيبه، لان بيبقى عارف ان ده الله يعينه على وشي. ومحترم لان هو بيبقى متحكم في جانب الظلام اللي عنده، فما بيخشش يستغل الشخص اللي قدامه. ده انت عندك وقت فراغ كده، تعالى لي بقى، تعالى لي طلبات بقى وخدمات ومشاوير وهدايا وسحب فلوس وسحب صحه ووقت وكله دوار من كله ما شاء الله، ما بيختصوش في حاجه واحده، بياخدوا ال 12. ففي مواقف ممكن وانت بتحاسبي هتلاقي انت الغلط عندك اكتر من 70%. فمن البديهي ان هو ملهوش لازمه ان انا اروح احاسب الشخص او اعاتبه او اوقفه او اعمل حد، يبقى حوار انا فهحله مع نفسي. الشخص التاني لو هيلقطها فهيقطم مع حاله. اوكي عشان ما نغلطش كتير، فطبعا هنسمع الاسئله المستفزه طول الوقت، فنبقى محضرين اجابه كده منمقه حلوه كده لطيفه كده صغننه قصيره قد كده اهو، وفيهم كمان هنا وفيهم كمان هنا كلمه وخلاص. بيرخموا مش فاهمين مش واضح بتاع، سيبيه هو هياخد وقت وهتوصل له. والله الوعي قاطع عنده، مش مشكلتنا بقى، بيدخل الكهرباء ده مش موضوعنا احنا فيك انت دلوقتي او فيك ليك انت دلوقتي، ايه اللي ليك وايه اللي عليك. بنظبط الامور مع بعض لنفسنا، لان سنين من العمر ممكن يبقى عندك طاقه ده، سنين من العمر هتلاقي في شتيمه بتطلع على طول بقى. خلاص بقى انا مصفر مش شايف قدامي، فبقى ايه؟ لان في نطاق الشغل مش هينفع الحوار ده، العائلات والنسب مش هينفع الحوار ده. ففي حاجات ممكن تعدي وتتقطع وتغور في 60 داهيه، وفي حاجات ما ينفعش. وفي احيانا بنقطع ونوقف ونعمل حزم عشان لو رجعنا تاني او شفنا بعض تاني تبقى الدنيا في المحدود والملموم منه، مش هينفع ان احنا نفضل نوسعها قوي كده. اوكي، فدي بتبقى اصعب في التعامل، بس صدقوني بعد كده بتبقى اريح، يعني خلاص كل واحد بيبقى عارف اللي ليه واللي عليه، فخلينا بقى ايه واحده كده واحده كده عشان نظبط الدنيا، انما 24 ساعه صعب. اوكي، لما هنيجي نحاسب او نعاتب او نوصل رساله معينه لحد بكل اختصار ولطف،
احنا مش بنربيه، احنا بنوعيه بفكرة اللي احنا بننور لمبة بيضة كده ان احنا لحد هنا ستوب وشكرا، كانت فرصة سعيدة، سلام عليكم. او والله بعد كده مش هيبقى فيه كذا كذا كذا، واطبق بقى خلاص اللي انا نويت اللي انا اعمله. لو في العلاقات القديمة لسه في حاجة منها مكملة معايا مفيش، فيبقى الحمد لله وخلصنا وربنا نجانا ورحمنا وعفى الله عما سلف، وتخش في اللي بعده مظبطين بقى مستحمين ولابسين طقم العيد ومتبرفنين والدنيا كلها زي الفل، ونبدا بقى كل ده من على الاول وجديد. فبناء على كل ده والرحله دي كلها لما همشي مع نفسي ان احنا هنطبق كل ده على مدار الاسبوع ونتعودوا ونتمرنوا عليه عشان يبقى ده نهج جديد في حياتنا وبرمجه فكريه جديده عشان نظبط المشاعر والسلوك وكل حاجه. فاحنا يعني نوفر لها ربع ساعه مثلا كل يوم، اوكي، وفي كل موقف نتحط فيه نفتكره ده. يعني ناخد ثانيه قبل ردة الفعل القديمة اللي بتيجي بسرعة دي اللي بعد كده بنندم عليها 3-4 أيام، نشوف أي حاجة من هنا لو نفعتنا طبقناها قبل كده. ما كانش نفكر، يعني هناخد ثانية نفكر وبعدين طلعوا ردة الفعل القديمة، أنا مسامحة يا سيدي مش مشكلة، معاك 6 مرات تسامحها، السبعة هنبتدي نعملوا مشكلة مع بعض. أنا ست في شغلي معرفش أبويا عشان نبقى على نور. يعني في الأول بعد كده هنفتكر إني والله كانت في حاجة هنا مفيدة بتتقال، طب لما نشوف وطبقوا قولوا لي، يعني جربوا وقولوا لي، انا احب اعرف النتائج جدا، متحمس قوي للحاجات دي. بس وبناء عليه هتقدري تعرفي ايه الحدود المفيده ليكي الصحيه لحياتك، بأنهي مقدار في أنهي علاقه او في موقف، نسبه قد ايه لفولت كام، ظبطنا الدنيا خلاص. يعني في حاجات بتتحط بمقاييس، لاني العامه دي كل الناس بتتكلم فيها ودي كلنا احنا عارفينها، ولو دخلتي عملتي سيرش دلوقتي على اي حته مش على اليوتيوب بس، هتلاقي لا اله الا الله حكت فيها. شوفي اكتر حد حاسه ان في بينكم تواصل كويس وبترتاحي لطريقتها وكده، واعرفي ايه البيزك لو البيزك مش موجود، اوكي. بس انا افترضت حسن النيه من الاول ان الاساسي موجود، فلو الاساسي موجود عايزين نعلي بقى، نخش على اللي بعده، مش لازم 7 ادوار، يعني لحد الدور التالت انا راضيه مفيش مشكله. اوكي، متشكره جدا لوقتكم، اسفه جدا ان انا طولت عليكم. لو السلسله عجبتكم والفيديو عجبكم يا ريت ما تنسونيش من اللايك والشير، لو بتستفيدوا يا ريت تفيدوا ناس تانيين، ولو عندكم اي استفسار او حابين التواصل الخاص هتلاقوا الطريقه تحت في الديسكريبشن. متشكره جدا ليكم واشوفكم على خير المره الجايه، مع الف سلامه، باي باي.